السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله كاع تكونوا مهنيين وبخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي، قناه مطبخ اليومي مع نايا. اليوم جيت نحضر معكم هذا الساندويتش كباب رايح يجي بزاف بنين. هذه شحال ما درناش هاد رانا شغل سمحوا لي على نصبش كيفاش ست في كلماتي. رانا موالفين بزاف كاع القنوات راهم يديروا بزاف غير الطاكوس نسينا الكباب، نسينا هذا الساندويتش تاع الشاورما. اليوم جيت نقدمها معكم انا مع صوص توميه. شوفوا صوص توميه راني درتها لكم ديجا في لي فيديو السابقين، روحوا حوسوا عليها دوك تصيبوها. واليوم جيت ندير معكم كباب بتتبيله رائعه رايح يجيكم كيما تاع المحلات ويجيكم بزاف بنين مع خبز تاع الشاورما هذا اللي رايح يجي تاني خفيف وبزاف شباب وما يتعلقش. هنا اول حاجه رايحين نبداو بالعجينه. هنا جبت 2 كيسان تاع فرينه، ندير لهم 2 مغارف كبار تاع الزيت. هنا نديروا 2 ولا 3 مغارف على حسب المغرف. الا كانت صغيره شويه المغرف ديروا 3 مغارف، الا كانت كبيره ديروا 2 مغارف كبار. انا اكتفيت ب2 مغارف لاخاطش المغرف تاعي كبيره. هنا نخلطهم مع بعضياتهم، ندير شويه تاع الملح وندير هكا قرصه تاع خميره كيميائيه كما شفتوا، نص مغرف صغيره ونص مغرف صغيره تاع خميره تاع الخبز. ونديروا شويه تاع الملح نبعدوها على الخميره. وهنا نبسس هذيك الفرينه تاعي مع الزيت. هذا الخبز رايح يجي طري ويجي شباب، يجي ما يجيش يتعلق، ما يجيش معجن، رايح يجيكم رائع رائع رائع. يا دروك هنايا بعد ما بسست هذيك الفرينه مع الزيت والمكونات الاخرين، انا نجيب الماء عادي ونبدا نلم في العجينه تاعي. هنا العجينه لموها طريه شويه، يعني ما تلموهاش قاصحه. وهنا ندلكها حتى تشوفوا العجينه تاعنا ارطابت معنا ولات لي شابه. هنا ندلكها مليح. ما بغيتش نسرع لكم بزاف الفيديو باش تشوفوا. انا ندلكها غايه الغايه هذيك العجينه واحد 3 دقائق 4 حتى ل5 دقائق حتى تشوفوا هل العجينه رطابت ولات لكم شابه. وانا نردها ترتاح، غادي ترتاح لنا غير شويه بلا ما نوجدوا الدجاج تاعنا ونوجدوا له لا ماريناد يعني تشرميله. هنا جبت صدر تاع الدجاج. انا الشاورما ديما نبغي نديرهم بصدر تاع الدجاج. هنا نقلع على هذيك جلده، نقلع على العظام تاعه. الشاورما بصدر تاع الدجاج رايح يجيكم شباب، ما يجيكمش ناشف بزاف، سورتو كي ديروا له الصوص تاع الثوميه رايح يجي بزاف شباب. هنا كيما راكم تشوفوا نقلع له العظام. وهنايا خصني باغيه نقطعه شرائح. هنا ما غاديش نقطعها لي مكعبات، غادي نقطعها هكا شرائح رايحين يجوا بزاف شابين. وهنايا ما بينت لكمش غايه، كنت حاسبه الكاميرا راهي مبينت لي. انا جيبوا فرشيطه وقلعوا هذيك الجلده كيما راكم تشوفوا، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. هنا نقطعها شرائح كيما راكم تشوفوا، ديروهم شرائح شويه رقاق، ما ديروهمش خشن بزاف باش يجوكم شابين ويجوا طريين. انا بعد ما قطعتهم هنا جبت ان ريسيبيون اللي راح ندير فيه لا ماريناد، درت فيه شويه تاع توابل الدجاج، ندير الدجاج تاعي. هنايا نجيب الثوم. هنا جبت كميه مليحه تاع الثوم، 5 فصوص تاع الثوم. غادي نرابيهم لخاطرش لا باز تاع الكباب او الشاورما هو الثوم، يعني بالثوم رايحين يجوا بزاف بنان. هنا نرابيهم. ودروك نجي نوجد لا ماريناد. كما شفتوا في الاولى درت توابل الدجاج حوالي مغرف صغيره، ندير مغرف صغيره فلفل الكحل، وندير مغرف صغيره تاع سكنجبير، وندير مغرف صغيره تاع الكمون. وهنايا جبت راس الحانوت كما هما يقولوا، ودرت مغرف صغيره تاني فلفل الكحل، ودرت ثاني مغرف صغيره تاع راس الحانوت كيما هما يقولوا 7 بهارات اللي هو راس الحانوت تاعنا. نديروا مغرف صغيره رايح يمد بنه رائعه. هنا ندير شويه تاع الزيت غير باش هذوك التوابل يتمشاو لي مع بعضياتهم. هنا نخلط هذيك لا ماريناد، ندير لها شويه تاع الملح، نخلطهم مليح ونخليهم على جنب بلا ما نوجد الخبز تاعي. يعني واحد الريحه طلعت لي هنايا من الاول، راه كان باين باللي رايح يجي بزاف شباب. هنا نحطهم على جانب ونكمل الخبز تاعي. هنا الخبز تاعي بعد ما ريح، شوفوا كيفاش العجينه راهي طريه ما شاء الله. هنا هذا المقدار دار لي 4 حبات باش نتوما تعرفوا، يعني حبه شابه كما دوك تشوفوها قداش غادي تجي. هنا نقسمها على 4. نتوما تبغوا تضعفوا المقادير ضعفوا، يعني هنا تقدروا تقولوا كاس يدير لكم 2 حبات، يعني اللي ما بغاتش تكثر المقادير كاس 2 حبات. سينو نتوما انا 2 كيسان داروا لي 4 حبات هكا باش تعرفوا المقادير شحال يجوكم.
انا تعرفوني ديما نعطيكم المقادير المضبوطه، وديما نبدا لكم غير بشويه، وانتم اللي بغى يضاعف يضاعف. هنا نخليهم يريحوا 5 دقائق ودروك نجي نحلهم. هنا نخليهم يريحوا في هذه المرحله باش يعاونوني باش نحل العجينه تاعي ما تقعدش تعذبني، ما تقعدش تتعلق معايا. هنا في هذه المرحله نبدا نحل العجينه تاعي. كنت دايره الطاجين تاعي سخون، الطاجين لازم يكون سخون مليح. وهنا العجينه حلوها رقيقه، لازم العجينه تكون رقيقه قريب تشوفوا البلان طرافاي من تحتها، يعني باش تجيكم الخبزه شابه. هنا كيما راكم تشوفوا العجينه راهي تنحل بسهوله تامه، وهنايا كيما راكم تشوفوا نحلها. دوك نوري لكم كيفاش غادي تكون العجينه. انا شفتوا كيفاش راهي رقيقه. هنا غادي نزيد نحلها شويه. هاكا هاهي دي العجينه تاعي كيفاش راهي، وانا نحطها ديريكت فوق الطاجين طيب. النار ما تكونش قويه بزاف باش ما ينحرقليش، يعني شويه فوق المتوسط. وهنايا ما تجو تشوفوها قريب الطيب تقلبوها. هنا ما خصناش خبز المنفوخ، وما خصناش تنحرق لنا ثاني. هنايا كيما راكم تشوفوا نقعد نقلب فيها، نطيبها غير شويه ابان تشوفوها حمارت سيبون، نطيبوها من الزوج جوانح كيما هكا الجوانب كيما راكم تشوفوا. في هذه المرحله نحبس هنا باش لاخاطرش من بعد غادي نعاود نبريسوهم، يسمى غادي يزيدوا يطيبوا معنا وثاني باش ما يجوناش يابسين. انا كيما راكم تشوفوا هنا حمر هكا ابان تحمر سي هذا هو الخبز تاع الشاورما، لازم يجي كيما هكا. هنا باش الخبز تاع الشاورما يحافظ لي على الرطوبه تاعه ويجيني شباب، هنا درته دون اون سيرفييت كيما راكم تشوفوا في سربيته، ودرت لها كيس بلاستيكي. هذيك السربيته باش تشرب لي العرق، والكيس بلاستيكي باش يحافظ لي على الرطوبه تاعها. وهنا نخليهم على جنب غير شويه بلا ما من نوجد الشاورما تاعي نطيبها، ونقلي شويه تاع بطاطا، ونروح نحضر الساندويشات تاعي. هنا درت مقله درت فيها شويه تاع الزيت حميتها، ونحط الكباب تاعي يطيب. هنايا شوفوا الكباب كيفاش طيبوا. هنا الكباب لازم يطيب لكم غايه الغايه، وما لازمش يجي مشمخ، لازم يجيكم شويه ناشف. دوك تشوفوا كيفاش رايح يتحمر مليح، لازم تحمروه غايه الغايه. انا بدا يطيب لي، راه فيه كاع التوابل، راه فيه كل شيء، سما ما رايحين نزيدوا له والو. غير اللي عندها شويه تاع معدنوس بغات دير له معدنوس تقدري ديري له معدنوس، انا صراحه ما درتش. هنا كيما راكم تشوفوا نقعد نقلب فيه حتى نوصل لهذه المرحله. انا شفتو كيفاش راه طايب، لازم كشغل ينشوالنا، لازم نشووه غايه الغايه لخاطر هو اصل الكباب مشوي. هذيك الدويره اللي يديروها فيه هذيك هو النار، هذاك رايح يشويه لنا. هنا لازم طيبوه مليح مليح كشغل نشوالكم. وهنا خلوه يبرد شويه. قليت بطاطا، حضرت صوص توميه. هنا صوص توميه قلت لكم راهي في لي فيديو السابقين، كتبوا صوص توميه امنايا رايحه تخرج لكم. شوفوا الخبز كيفاش جا، ما شاء الله جا طري جا خفيف، وقلت لكم ما يجيش معلك وما يجيش معجن. هنا كيما راكم تشوفوا درك نبدا نوجد الساندويشات تاعي. انا فكرتي تاع اليوم درت شويه تاع فرماج، شويه تاع مايونيز. نتوما لي صوص ديروا اللي بغيتو، تبغوا ديروا لداخل صوص توميه ديروا، انا ما بغيتش ندير صوص توميه لداخل. درت شويه تاع مايونيز، درت شويه تاع فروماج، نديرو بطاطا، وندير هذاك الدجاج تاعي ونلفهم عادي. وهنايا تبغوا تبريسوهم في البريس بانيني، تبغوا ديروهم في مقله. انا صراحه كيما كانت عندي بريس بانيني ولا بانينوز هذيك كنت ندير مقله نسخنها مليح، ولا في الطاجين نسخنها مليح، ندير فيه شويه تاع الزبده، نحط الخبزات هادو الشاورمات تاعي ونزيرهم ببلع واحد اخر، ونقلبهم عاود الجهه الاخرى حتى يحمروا لي. رايحين يجيوكم بنفس الطريقه. واللي عندها بانينوز تستعمل البانينوز. انا كيما راكم تشوفوا نحطهم في البانينوز يحمروا لي. وهذا هو الشكل النهائي تاعهم. درتهم مع صوص توميه. شاهدكم في جنة الشيرات. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها، واللي جربتها تحطها في الجروب تبدو الوصفات مع مطبخ اليومي مع نايا. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها. غادي نحط لكم رابط الجروب ورابط الصفحه الرسميه في صندوق الوصف. واللي راهي عاد كي شافت اللي راهي تشوف في فيديو تاعي وخطرتها الاولى اللي راهي تشوفها اللي اكتشفتني، نقولها مرحبا بك اختي، وان شاء الله تفرحيني بجام وابوني وكومونتير. ان شاء الله ديري لي تاني، تروحي للباج تاع فيسبوك وديري لي جام وتروحي للجروب. ارواحوا مرحبا بكم، رانا نتبادلوا وصفات تما. انا درت له شويه صوص توميه، واللي بغى ياكله ناشف ياكله ناشف، واللي بغى يدير له لي صوص الاخرين كاتشب مايونيز، كل واحد حر في هاد الصوالح. لا يعطيكم الصحه، لا يعطيكم ماركم، متمنين الى الملتقى في وصفات اخرى.